في عصر الدولة الوسطى ظهر لينا الشكل ده على التوابيت الخشبية، والشكل ده زي ما انتوا شايفين فيه 2 عين بيبصوا ناحيتنا. وهل ليها هدف ديني عند المصريين القدماء؟ يا جماعة، كل حاجة ليها هدف. أولا دي عين راع وعين حورس، بس هنا عين المتوفى اللي من خلاله هيبص لينا من العالم الآخر، وظهرت لينا بأشكال مختلفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أول ما تشوفوا تابوت عليه المنظر ده على طول قولوا عليه يرجع لعصر الدولة الوسطى. تحتيه بقى في حاجة، تعالى اوريها لكم. تحتيه باب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الباب ده اللي هيخرج منه المتوفى او روح المتوفى من عالم الاخر للعالم بتاع الاحياء اللي احنا عايشين فيه. يعني بيقولوا لكم ان الاموات بيتحركوا ما بين العالمين عادي جدا. فده النافذة اللي هو بيبص بيها على أحبابه والناس اللي بتزوره، وده الباب اللي بيدخل ويخرج منه، بيمثل بيته اللي موجود في العالم الآخر، اللي هو كان موجود في عالم الدنيا. الشكل ده دايما هتلاقوه ناحية الشرق، لأن الشرق دايما بتشرق منها الشمس، ولما الشمس بتشرق إذا في يوم جديد والحياة هتستمر وهيبعث تاني وهيستمر تاني. فالإشراق مهم جدا عند المصريين القدماء. وفي آخر كشف بتاع أسيوط اللي هي سقوط عند المصريين القدماء لقينا فيه نفس الشكل، بس هنا مفيش العين، بس في الباب الوهمي اللي هو بتدخل وبتخرج منه الروح. يعني الميت بيبقى جوه لكن روحه وعينه بتشوفنا لما بنيجي نزور المقبرة. وده السبب ان احنا كمصريين لازم نزور المقابر كل خميس وجمعة وكل مناسبة لازم نزور المقابر، علشان الفكر ده ما زال موجود بداخلنا. طبعا بعد انتهاء عصر الدولة الوسطى ما بقاش الشكل ده موجود، لان خلوا بالكم يا جماعة كان في تغير ديني بيحصل كل فترة.